السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. معلش بغيب عليكم شوية في الفيديوهات، بس والله ظروف طارئة، معلش. عامله لكم النهارده بقى البقبقة الليبية كما تجب ان تكون على اصلها، بتركاتها بكل اللي بيميزها في البقبقة الليبية بالظبط. جوسي بنفس حبة المكرونة اللي بتتعمل بيها، حاجة كده دايبة دوب، مفيش أحلى ولا أجمل من كده، والطريقة والتريكات سهلة جدا. هنبتدي في حلة على النار عندي، سخنتها وحطيت فيها معلقتين زيت، وعندي هنا بصلاية متوسطة أو كبيرة على حسب انت بتحبي البصل، بس هي بالظبط بصلاية متوسطة. حلة سخنة والزيت سخن زي ما انتم شايفين، نزلت بالبصل. افضل اقلب في البصل لحد ما يحمر. مع البصل هنا والزيت سخن، انزل بخمس فصوص حبهان وورق وثلاث ورقات لورا. عاوزة الحبهان واللورا ريحتهم والزيت العطر اللي فيهم يطلع في الزيت. عندي هنا كنت اللحمة بتاعتي منضباها وشايلاها على جنب. انا بصراحة اللحمة مبتغسلش، انت براحتك، بس اهم حاجة تكون الحلة سخنة والزيت سخن زي ما انتم شايفين. اول ما انزل بيها زي ما انتم شايفين تبدأ تاخد لون على طول، هو ده المطلوب. مش عايزة اللحمة تنزل ميتها ولا تنزل اي حاجة منها، عايزة اللحمة تبقى جوسي في نفس الوقت مستوية ودايبة. انزل بيها في حلة سخنة، افضل اقلبها كده من جنوب للجهات لحد ما تاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، واللون الاحمر ده يختفي تماما زي ما انتم شايفين. عندي هنا في المرحلة دي هنزل بفلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، بهارات لحم، وكل حاجة نص معلقة. مش هنزل بالملح دلوقتي خالص. بفلفل اسود، بابريكا، 7 بهارات، بهارات لحم. مش هنزل بالملح ولا حاجة تانية خالص دلوقتي. افضل اقلب فيهم لحد ما اللون الاحمر معايا يختفي تماما وتاخد اللون البني الحلو اللي انتوا شايفينه ده. لو انت بتحبها حارة اعملي زي ما انا عملت كده، قرن فلفل حار وفتحيه بس. مش حباها حارة مش اختياري، براحتك. عندي هنا 5 فصوص ثوم، بس الثوم كان حجمه صغير مش كبير، حطه صحيح مش بقطعه علشان ما يدوبش معايا بسرعة ونكهته تروح. هو ده اخري. عندي هنا حوالي اقل من نص كيلو طماطم، كنت عصراها ومصفيها كويس قوي. هنزل بيه على اللحمه بتاعتي. دول معلقتين سكر علشان انا مدوبه في الطماطم بتاعتي معلقه صلصه. المعلقتين السكر دول هم معلقتين صغيرين مش هيفرقوا في الطعم، واحنا هنزود في الاخر لسه الملح بتاعنا. المعلقتين السكر عشان يعادلوا الحموضه بتاعتي. اسيبهم على نار هاديه خالص لحد ما الصلصه معايا تتسبك زي ما انتم شايفين كده. اختبرها ازاي؟ لما اجي اقسمها كده ما تضمش على بعض كده، ما عادش فيها ميه والصلصه اتسبكت عندي كويس جدا. هنا كنت غاليه ميه على جنب. اهم حاجه انزل بميه سخنه علشان اللحمه معايا ما تجلدش وما تاخدش سوا كتير و... وتبدا تغلي على طول زي ما انتم شايفين. اول ما نزلت بالميه بدات بالغليان. هنا هغطي عليها واسيبها على نار هاديه لحد ما اللحمه تستوي معايا تماما. اهم حاجه اللحمه تستوي معايا، لان المكرونه بتاعتي اول ما بتنزل بالظبط ما بتاخدش 3 4 دقايق خالص. اهم حاجه اللحمه تستوي. انتي بقى حسب حبك في سوى اللحمه، حبها مستويه جدا، حبها وسط، زي ما انت عاوزه. بس ما افتكرش ان في حد ما يحبهاش دايبه دوب كده معاه في الاكل. هنا اللحمه بتاعتي كانت استوت، نزلت بالملح والبهارات بتاعتي اللي كانت فاضله. انا بعمل حباش مشكل. احنا معروف في الارياف او في كفر الشيخ ان احنا بنعمل حباش مشكل. عايز نزيد ملح بس براحتك. هنا نزلت بالمكرونه بتاعتي على نار متوسطه، لا هي واطيه ولا عاليه زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه ما تنشفش او ما تكونش مفرفره. هو ده سر هو ده سر المبكبكه. وفي كمان ناس عليها ناس بتقول عليها الجاريه. الاسمين جم من ان هي بتبقى جوسي ولايصه في نفسها كده، مش بتبقى حبه وحبه ومفرفره وزي الكبسه وكده، لا. هي ميزتها ان هي بتاكل سخنه، فبتبقى جوسي كده وجاريه في نفسها،
وسموها في ناس بتقول عليها الجارية عشان بتجري من الحل على طول، مش محتاجة معلقة ولا سباتشلا ولا اي حاجة. طعمها خطير، مش عايزة اوصف لك الطعم. اللحمة دايبة، حاجة كده مختلفة، حاجة حلوة، بعيدا عن البشاميل بقى والحاجات التقليدية. استناكوا تجربوها.